سمعت عن الديتوكس قبل كده؟ طب سمعت ايه؟ ده انت هتلاقيكي غرقانه فيه. شفت بقى الديتوكس ده ملوش اي تلاتة لازمه في الدنيا، واشتغاله وممكن تكون نصبايه كبيره جدا. عيال هيت يا صحيح بيحوروا في اي هاتش. ما هو لو انت كل يوم جسمك محتاج ديتوكس يبقى اكيد في حاجه غلط، والغلط هنا مش في الاكل. ومش كل ما تلاقي جسمك تقيل حبتين او الميزان خانق شويه تروحي تكتبي على جوجل كيفيه عمل الديتوكس. وده بعد ما سيادتك قريتي بوست على الفيسبوك بيتكلم ان الديتوكس ده هيخسسك 10 كيلو، وانه بينظف جسمك كله من السموم، مع شويه كلام كده يحسسك ان جسمك ده مجرد درج شرابات في البيت. فتعالي بقى افهمك ازاي الديتوكس ده ملوش لازمه، وكمان تعرفي ازاي تنظفي جسمك بجد من غير ما حد يشتغل. فبالراحه كده واحده واحده وكله هيخس. في الأول كده لازم تسألي نفسك سؤال مهم جدا، هي إيه السموم دي أصلا؟ ودخلت إمتى؟ ساعتها بس هتعرفي إن الديتوكس ده اشتغالة كبير، لأن كل الدراسات العلمية وكمان شغلنا اللي إحنا متأكدين منه 100% بيقول إن الجسم السليم ما بيحتاجش أي ديتوكس خارجي، لأن ربنا لما خلق الإنسان ما خلقوش محتاج عصير أخضر كل شهر. ربنا خلقك ومعاكي نظام تنظيف داخلي شغال 24 ساعة من غير ما يطلب منك اشتراك زي اشتراك نتفليكس كده. النظام ده عبارة عن فلاتر طبيعية اللي هي الكبد، ومعاها كمان الكلى والوظائف اللي بتعملها الاعضاء الحيويه التانية زي الامعاء والرئه والجلد. كل حاجه فيهم هقول لك هي بتعمل ايه بالظبط. الكبد عامل زي نظام الحمايه الالي، اول لما يشوف السموم في جسمك يبدا يكسرها كانه ماسك مطرقه، والسموم دي بيحولها بعد كده لمواد تانية الضرر بتاعها اقل، عشان بعد كده يجي دور مين؟ الكلى. ودي فرد الامن اللي واقف على اي بوابه في اي كومباوند لما يلاقي الضيف جاي يعمل وجع دماغ يقفشه من قفاه ويرميه في الشارع. اما بقى الامعاء دورها انها تخرج اللي فاضل من السموم دي بعد ما اتكسرت من الكبد على شكل نمبر 2. يعني من الاخر كده لو الكبد والكلى كويسين وشغالين تمام التمام جسمك هيبقى انضف من الصيني بعد غسيله. طب ليه بقى دكتور ميجز الناس حاسه انها متسممه دايما وحاسه ان الديتوكس ده بيجيب نتيجه؟ وهنا بقى هقول لك الحقيقه اللي محدش بيحب يسمعها خالص. اغلب الناس اللي بتعمل ديتوكس بتعمل حاجات صح من غير ما تاخد بالها. يعني مثلا اللي بتعمل ديتوكس بتوقف اكل مصنع وبتقلل السكر وبتقلل الملح وبتشرب ميه كتير وبتخفف القعده والسهر، فطبيعي جدا تحس بخفه في جسمها وانتفاخات البطن اللي عندها تقل، والميزان بتاعها كمان هينزل شويتين. وده بقى الديتوكس اللي بجد، مش الماء الخضراء اللي انت بتشربها كل يوم. في دراسات اتعملت في مجلات علميه كتير بتقول ان النزول السريع في الوزن مع برامج الديتوكس سببها الاساسي فقدان الميه. في حاجه اسمها مخازن الجلايكوجين، ودي اللي ماسكه الميه اللي في العضلات وفي الكبد، فبيحصل لها تفريغ. عشان كده اول لما بترجع تاكل اكل طبيعي وزنك هيرجع تاني زي ما كان بالظبط. يعني ايه يا دكتور؟ يعني الميه بالخيار والليمون وحشه؟ لا طبعا. طب امال ليه بقى؟ مش هي كده بتخسس يا دكتور؟ لا برضه، هي بس بتخلي شكل الميه حلو فبتشرب اكتر. يعني الفايده من الميه مش من الخيار والليمون. وفي اخر دراسه اتعملت في مصر طلعت بنتيجه مهمه جدا، وهي ان المصريين اصلا مش بيعانوا من السموم، بيعانوا من الاكل الغلط والسكر الزياده وقله الحركه والسهر والضغط العصبي. يعني اللي بيقول انه دايما جسمه محتاج ديتوكس بيبقى سهران كتير، بيشرب قهوه كتير، بيشرب شاي طول اليوم، مقضيها سجاير، بياكل اكل جاهز، قاعد على المكتب ما بيتحركش. فبالعقل كده وبالراحه انا اراضي ذمتكم اللي الانسان بيعمله على مدار السنه ده شويه ميه بليمون وخيار هيصلحوه؟ فكري كده شويه معايا بالعقل. مفيش طبعا. فالاولى هنا ان احنا نعمل ايه؟ نركز على تحسين الكبد والكلى. يعني اخر دراسه اتعملت في جامعه عين شمس على مرضى الكبد لقوا ان تحسين نوعيه الاكل وتقليل السكر والاكل المصنع بيحسن وظائف الكبد جدا، وده بقى اهم من اي ديتوكس او عصير. يعني من الاخر الكبد مش محتاج عصير، الكبد محتاج راحه. طب فاكره بقى من شويه لما قلت لك ان الكبد والكلى طول ما هم تمام انت مش محتاجه ديتوكس؟ هنا بقى لازم نسال ازاي نخليهم تمام. بصي الكلام ممل شويه بس معلش، اولا لازم نبعد عن الاكل المصنع لان ده عدو الكبد الاول. يعني نبطل لانشون وسوسيس وهوت دوج وعصاير معلبه، وساعتها عندك الكبد هيأدي وظائفه بشكل احسن. تاني حاجه لازم تدي الكبد بروتين كفايه عشان يعرف يعمل مراحل ازاله السموم، فحاولي تحسني اكلك وتزودي البروتين في جسمك، وده هيساعد جدا ان الكبد يقدر يطرد اي سم في الجسم. ولازم جسمك يدخل له الياف من الخضار والفاكهه، لان الالياف ديت بتساعد الامعاء انها تتخلص من الفضلات وبتقلل امتصاص جسمك للمواد الضاره، فبالتالي جسمك مش هيعبي اي سموم. واهم حاجه في القصه دي كلها الميه ثم الميه ثم الميه، لان الجسم لما بيحصل له جفاف بيقلل وظائف الكلى، خصوصا لو بنشرب شاي او قهوه او نسكافيه كتير. فلازم تشربوا ميه كتير جدا واكتر من 2 لتر في اليوم. وطبعا زي ما انت فاهمه ومتعوده من الحلقات اللي فاتت ان الجسم بيحتاج يدخل صيانه، والصيانه هنا بتكون وقت النوم. لما بتنامي
تاني بيحصل لاعضاء جسمك اعاده ضبط مصنع، وجسمك بيظبط الهرمونات ويقلل الكورتيزول ويخليكي تحتفظي بالدهون والميه اللي جسمك محتاجه. وطبعا الرياضه مش بس عشان حرق السعرات ولا حتى عشان نعمل عضلات، الرياضه في الاساس بتحسن الدوره الدمويه وبتساعد الكبد والكلى يشتغلوا بكفاءه اعلى. فمش لازم نروح الجيم، ممكن نعمل اي حاجه تحرك الجسم وخلاص. فمن الاخر كده جسمك مش محتاج ديتوكس، الديتوكس ده نصبايه واشتغال انت بتحاولي تقنعي نفسك بيه، والفايده الوحيده اللي بتحصل منها هي الميه، مش الليمون والخيار والجرجير والكلام اللي انت فاهماه. وبس كده. لو عندك اي اسئله اكتبها لي في الكومنتات وانا هرد على الاسئله دي ايا كانت هي ايه. ويا ريت كمان ما ننساش نعمل لايك للفيديو ده وسبسكرايب للقناه، وسلام بقى لو تشيروا الفيديو كمان عشان غيركم يستفيد. وخليكم دايما معايا عشان كلنا نخس.